السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المول وحجم الغاز. هنبدأ الأول بشرح المول وحجم الغاز. ماشي؟ الكلام بقى بص زي ما أنت شايف على السبورة كده، المول وإيه؟ المول وإيه؟ طيب مش المادة الصلبة ولا المادة السائلة، يعني افرض أنت معاك 1 مول من المية، أو 1 مول مثلا من الحديد، أو 1 مول من الصوديوم، أو 1 مول من حمض الكبريتيك، لا الكلام ده اللي إحنا هنقوله النهارده ملوش دعوة بيه. المواد الصلبة والمواد السائلة ليها حجوم، صح ولا لأ؟ أي مادة صلبة ليها حجم، أي مادة سائلة ليها إيه؟ ليها حجم برضه، الحجم بتاعها ممكن نقيسه، ممكن نحدده، أدوات مختلفة، لكن الغازات بقى، هنا في الغازات جه عمل واحد اسمه افوكادرو، فاكرينه؟ افوكادرو اللي هو بتاع حجم الغاز، بتاع عدد المولات وعدد الذرات وعدد الجزيئات. افوكادرو قال لك لو احنا جبنا 1 مول من أي غاز، 1 مول من أي غاز، بص كده، هجيب 1 مول ماشي منه، بص بقى معايا على السبوره ده خليك عشان انت اللي تستنتج الكلام. 1 مول من اي غاز انت عايزه، اي غاز انت عايزه، قول لي كده غاز انت جعل في بالك، اي غاز. اكسجين، ماشي، 1 مول من O2. طيب هنجيب 1 مول من غاز ثاني، ها؟ بوتاسيوم غاز؟ ما تقولش انت تاني يا حاج مصطفى. مين الان؟ لا اسمه محمد ايه؟ احمد سيد. ما تقولش احمد سيد تاني خالص. هيدروجين. 1 مول من الهيدروجين محمد بيقول. 1 مول من النشادر، غاز النشادر NH3. يبقى خلي بالك الكلام زين اهو. وباكد تاني على الكلام، هجيب 1 مول لاي غاز. اي غاز، اي غاز يجي في بالك، اي غاز ايا كان. هجيب منه كام مول؟ 1 مول. كل واحد بقى كل غاز من الغازات دي حسب كتلته الموليه. يعني 1 مول يا عبد الرحمن من غاز الاكسجين كتلته 32 جرام، هتحسبه 16 في 2. 1 مول من الهيدروجين كتلته 2 جرام، هتحسبه 2 في 1. الواحد مول من النشادر 17 جرام، هتحسبه، بص هتحسبه ازاي؟ ابن ب 14 هو هيديها لك. زائد اتش ب1 في 3 هو هيديها لك، هيديك الواحد ده اهو. تحسبهم يطلعوا 17 جرام برضه. 1 مول من اي غاز انت عايزه، ده افوكادرو اللي بيقول كده. ودي تعمل فيه ايه بقى؟ نحطه عند درجه حراره، نحط ده في اناء وده برضه وده برضه، كل واحد في اناء لوحده. وعند درجه حراره كام يا عم؟ 0 درجه مئويه او 273 كلفن. شرط تبقى درجه حراره كام يا رجاله؟ 0 درجه مئويه، 0 درجه مئويه. ان هي بتساوي، الناس اللي بتتكلم ان هي بتساوي 273 كلفن. يبقى درجه الحراره لازم تبقى كام؟ 273 كلفن او 0 درجه مئويه. درجه الحراره لازم تبقى كام؟ او 0 درجه مئويه. ويبقى ضغط الغاز اللي احنا حاطينه كده، حاطينه تحت ضغط 1 اتموسفير، 1 ضغط جو. يبقى الضغط كام يا شباب؟ 1 اتموسفير. درجه الحراره كام؟ 0 درجه مئويه او 0 سيليزيوس او 273 كلفن، الثلاثه زي بعض. تمام؟ وانت جايب قد ايه من الغاز؟ 1 مول. كل غاز بقى المول بتاعه حسب الكتله بتاعته. وبعدين يا عم نعمل ايه يا عم افوكادرو؟ قال لك نقيس حجم الغاز ده. تلاقي ان 1 مول من غاز الاكسجين، ركز كده، حجمه 22.4 لتر. وتلاقي ان 1 مول من غاز الهيدروجين حجمه 22.4 لتر. وتلاقي 1 مول من غاز النشادر حجمه 22.4 لتر. يبقى كأن المقدار ده مقدار ايه؟ ثابت زي عدد افوكادرو. بس يمشي على مين يا عبد الرحمن؟ على الغازات بس. يعني المواد الصلبه لا، ما تنفعش المواد الصلبه. المواد الصلبه لها طرق ثانيه لقياس حجمها، وفي طرق ثانيه لقياس حجم السوائل برضه، لا دي انا بتكلم عن الغازات. يبقى انا لما اجيب 1 مول من اي غاز هلاقيه يشمل حجم مقداره 22.4 بس بشرط. الشرط ايه؟ ان يكون الغاز ده at standard and temperature and pressure. standard temperature and pressure يعني ايه؟ يعني بنسميها الظروف القياسيه من الضغط ودرجه الحراره. الظروف ايه؟
من الضغط ودرجة الحرارة. حبايبي الظروف ايه يا رجالة؟ القياسية من الضغط ودرجة الحرارة. الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة اللي هي كام درجة الحرارة؟ صفر مئوي أو الضغط كام؟ 1 أتموسفير. دي بقى بص هنختصرها ازاي؟ بنختصر الظروف القياسية دي يا شباب. بص احنا بنقول ايه؟ ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. فنقول اس تي بي اسمها يا رجاله اس تي بي. اسمها الظروف القياسيه اختصارها ايه؟ اس تي بي. يبقى حجم الغاز عشان يبقى بيمشي عليه القانون ده او بيمشي عليه المقدار الثابت ده لازم يكون كام؟ حجم الغاز 22 مبعث لازم يكون في الظروف الايه؟ القياسيه اللي هي اختصارها اس تي بي. اس يعني ستاندرد، وتي يعني تمبريتشر، وبي يعني بريشر اللي هي الظروف القياسيه من الضغط ودرجه الحراره اللي هي ايه؟ كام درجه مئويه؟ 0 درجة مئوية. كم كلفن؟ ضغط كام؟ 1 ضغط جو. خد بالك بقى ضغط 1 ده ضغط جو ده كيلو اللي هو يعني 760 ملي متر زئبق. الواحد ضغط ج ده الواحد ضغط جو اللي هو بيساوي 760 ملي متر زئبق او بيساوي 76 سنتيمتر زئبق. يعني الثلاثة دول زي بعض. يعني لما نقول واحد ضغط جو هيساوي 760 بص ايه؟ 760 ايه؟ ملي متر زئبق يساوي 76 سنتيمتر زئبق. واضحة دي يا جماعة؟ ولا مش واضحة؟ ولا نقولها تاني؟ تاني يا عم. يبقى احنا هنجيب ده هنجيب 1 مول من اي غاز، اي غاز احنا عايزينه، ايا كان الغاز ده مين، ايا كان كتلته كام ماليش دعوه، بس هجيب منه قد ايه؟ كام مول؟ 1 مول. ال1 مول ده هنحطه عند الظروف الايه؟ هنحطه عند الظروف الايه؟ القياسيه اللي هي اختصارها ايه؟ اس تي بي. ايا كان الغاز ده مين هو، وايا كان كتلته الموليه، وهنحطه عند الاس تي بي. الاس تي بي اللي هي درجه حراره كام؟ 0 درجه مئويه. يعني 273 كلفن. او نقول هو وكم ضغط جو؟ 1 ضغط جو. هنلاقي الغاز ده الواحد مول منه حجمه كام؟ 22.4 لتر. ايا كان الغاز ده يبقى ال 22.4 لتر دي مقدار ايه؟ ثابت. يبقى كده بص بتقول المول لاي غاز، والمول ده اللي هو الكتله الجزيئيه الكراميه. المول اللي هو الكتله الجزيئيه الكراميه من الغاز عند الظروف القياسيه يشغل حجما مقداره 22.4 لتر. ده كلام ثابت مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه فصال يعني. اي غاز ايا كان. طيب الظروف القياسيه اللي انا قلت لحضرتك عليها ان الضغط الجوي يبقى كام؟ 1 ضغط جيم. 1 ضغط جو او 1 اتموسفير. والواحد ضغط جيم دي كمان مره اهي. بص الواحد ضغط جيم يعني الواحد اتموسفير. 1 اتموسفير يساوي 76 سنتيمتر زئبق. اتش جي يساوي 760 ملي متر زئبق. اتش جي. دول الثلاثه حاجه واحده. اول ما الغاز يتحط في الظروف دي يبقى المول بتاعه حجمه 22.4 لتر. حجم الغاز ده بقانون بقى يا جماعه. ده قانون اللي هنحسب بيه حجم اي غاز. حجم اي غاز بيساوي شايفها؟ حجم اي غاز يساوي ايه؟ 22.4. يعني انا جيت قلت لك طب انا عندي 2 مول من غاز الاكسجين. حجمهم كام؟ في 22.4 لتر. طب عندي 3 مول من غاز الاكسجين 22.4 لتر. طيب بص كده عدد المولات ده بيساوي ايه اصلا؟ عدد المولات ليه قانون. فاكرين القانون الاولاني بتاعه؟ عدد المولات يساوي ايه؟ انا ممكن اعمل ايه بقى؟ اسمك احمد يا ولا محمد؟ يوسف. بص يا يوسف انا ممكن اشيل دي يا يوسف من هنا. اشيلها واعمل ايه؟ ابدلها. ده زي ما انا عايز بقى. ما انا هظبط القوانين مع بعضيها. احط مكانها هنا كده كتلة الغاز ايا كان هو مين الغاز ده على الكتله الموليه للغاز نفسه. واضرب في 22.4.
امتى الكلام ده؟ افرض انا جيت قلت لك انا معايا 5 جرام من غاز الاكسجين. لسه هنحل مسائل بس انا عايزك تتخيل ويبقى عندك الامكانيه انك تدورها في دماغك قبل ما تحلها. قلت لك انا عندي 5 جرام من غاز الاكسجين، حجمهم كام؟ هتقول لي 5 جرام على الكتله الموليه للاكسجين اللي هو كام؟ 16 في 2 واضرب في 22.4. يا اما تروح واخد بعضك ورايح على مثلث الكتله تجيب عدد المولات وتضرب بعد كده في 22.4. اهو بص انا عملت لك القانون برضه اهو. ده المثلث بتاعي حسب ما انت عايز ماشي. عندي في المثلث قلنا اي مثلث ليه كام ضلع؟ 3 اضلاع يا عمر. اعدل يا عمر وركز انت مش هتنام. عندي كام ضلع يا جماعه؟ الضلع الاولاني حجم الغاز، الضلع الثاني، الضلع الثالث. انت لازم تكون حافظ ده، انت لازم تكون حافظ ال 22.4. اما حجم الغاز يطلبه منك ويديك عدد المولات، او عدد المولات يطلبها منك ويديك الايه؟ الحجم. يبقى انت عندك في ضلع بتاعك مضمون اللي هو مين؟ ال 22.4. ده انت هتحطه وتعوض بيه لوحدك من غير ما حد يكلمك. ماشي. طب افرض لا ده حجم الغاز مش الكتله الموليه، ده حجم الغاز ماشي اللي انا هجيبه. طيب وعندي هو اداني في المساله الحجم ولا انا عايز عدد المولات، يبقى عدد المولات يساوي الحجم على 22.4 ولا فيه. لا ده 1 مول 1 مول اللي هو الكتله الموليه من الغاز 22.4 بس ما بعوضش بيها هنا. تمام؟ افرض جه قال لي طب انت معاك 5 مول حجمهم كام؟ يبقى 5 في 22.4 وهنحل مسائل مع بعض دلوقتي. طيب بص بعد كده حجم الغاز يساوي، هنربط بقى مع افوكادرو نفس القانون بس مع افوكادرو. ازاي؟ اديتك عدد من الجزيئات ويقول لك انا عايز حجمهم. عندي مثلا 3.1% في 10 أس 23 جزيء من غاز ثاني اكسيد الكربون، حجمهم كام؟ هتستخدم القانون ده. تجيب مثلث افوكادرو ومنه تجيب عدد المولات تضرب في 22.4. يبقى بص حجم الغاز كل اللعب فين يا جماعه؟ كل اللعب في الحته دي. الحته دي هي مين اصلا؟ ده هي مين اصلا؟ عدد المولات عند افوكادرو. اهو بص كده ممكن اقول لك ايه شايف؟ اهو كتله الغاز على الكتله الموليه. اللعب فين بقى؟ اهو في الحته دي اللي هي عدد المولات برضه بس فين؟ في مثلث الكتله. يبقى دي كده عدد المولات بس في افوكادرو، ودي كده عدد المولات في مثلث الايه؟ الكتله. طب امتى استخدم دي؟ لو اداني عدد من الجزيئات وقال لي عايز حجمهم. طب امتى استخدم دي؟ لو اداني كتله من الغاز وقال لي عايز حجمها. يعني حسب معطيات المساله. ماشي؟ وهوريك دلوقتي في المسائل مع بعض. طيب لو انا جبت مول مثلا، بص هجيب 1 مول وركز في الكلام اللي عليه وهتقول الكلام مرتين اهو. يبقى انا لو جبت بص ركز معايا 1 مول، بص بقى التفصيل عشان انا استنتج منه حاجه جديده. 1 مول من O2، 1 مول بس يا عمر من CO2، 1 مول من SO2، 1 مول من H2. دي غازات مختلفة ولا مش مختلفة؟ طيب ركز معايا بقى كده عشان احنا اللي هنستنتج الحتة اللي جاية. احنا اللي هنستنتجها. استنتجها افوكادرو قبل كده، احنا اللي نستنتجها احنا بقى دلوقتي لوحدنا. ال1 مول ده من O2 كتلته بكام؟ ب 32 جرام. ال1 مول من CO2 لما تيجي تحسبه هقول لك السي ب 12 زائد الأو ب 16 في كام؟ في 2 تطلع ب 44 جرام. ال1 مول من SO2 هقول لك الاس ب 32 في المساله اللي هديها لك زائد الاو هقول لك عليها ب 16 كام او؟ 2 64 جرام. 1 مول من H2 ب 2 جرام. يبقى انا كده جايب مول من غازات مختلفه صح؟ الكتل بتاعتهم متساويه ولا مختلفه؟ بص عليها ما تطلعش حاجه من دماغك خالص، هات من على السبوره. الكتل مختلفه ولا متساويه؟ مختلفه. طيب المول بقى، المول
من الاو 2 اللي هو كتلته ب 32 جرام، في كام جزيء اكسجين؟ ها؟ جزيء واحد. لا غلط. 1 مول من الاكسجين يحتوي على كام جزيء؟ ايوه كده افتكر كده، يحتوي على 6 و2 من 100 في 10 أس 23 جزيء اكسجين. طيب والمول من سي او 2 يحتوي على كام جزيء من الاكسجين؟ 6 و2% في 10 و2 من 100 في 10 أس 23 جزيء اكسجين. والمول من اس او 2 يحتوي على 6 و2 من 100 في 10 أس 23. اللي ما حفظش يحفظ. المول من اتش 2 6 و2 من 100 في 10 أس 23. ما دام انت جايب 1 مول عدد الجزيئات ده ثابت، افوكادو قال لنا كده. طيب المول ده خلي بالك دي كلها غازات ولا في حاجه مختلفه؟ ها كلها غازات ولا في حاجه مختلفه؟ كلها غازات. حط بقى الغاز المول من الاكسجين ده عند الاس تي بي. اللي هي ايه الاس تي بي؟ الظروف القياسيه للضغط ودرجه الحراره. اللي هي يعني درجه الحراره كام؟ 0 درجه مئويه. والضغط كام؟ 1 ضغط جو. درجه الحراره 0 درجه. يبقى دي الظروف القياسيه حفظناها ولا لسه؟ كام يا محمد؟ درجه الحراره كام؟ 0 درجه مئويه او الضغط كام يا محمد؟ 1 اتموسفير. طيب واحط برضه غاز ثاني اكسيد الكربون. المول اللي انا جبته ده ان اس تي بي ماشي. واحط برضه غاز ثاني اكسيد الكربون ان اس تي بي اس تي بي. واحط برضه غاز الهيدروجين ان اس تي بي. عند الظروف القياسيه الاقي الحجم اللي بيشغله المول من اي واحد منهم. الاكسجين هيبقى حجمه 22.4 لتر. ثاني اكسيد الكربون 22.4 لتر. 22.4 لتر. 22.4 لتر. من على السبوره كده. وانت اللي هتطلع لي الكلام مش انا. من على السبوره كده. المولات دي الكتل بتاعتها متساويه ولا مختلفه؟ متساويه. المولات كتلها متساويه ولا مختلفه؟ مختلفه. السي بكام والاتش بكام والاو بكام هيديها لك. لكن السي و4 من 10 دي ثابته انت لازم تبقى حافظها. لازم انت تبقى حافظها. والطريقه انك تحسب الكتله الموليه ازاي دي بتاعتك انت. لكن انا هديك السي بكام والاتش بكام والاو بكام، كل ده انا هديهولك في المساله. طيب لاحظ كده معايا الجزيئات فيهم كلهم. انا جايب 1 مول خلي بالك. الجزيئات فيهم متساويه ولا مختلفه؟ متساويه اهي. بص عليها هات حاجه مختلفه فيهم. طب الحجم بتاعهم متساوي ولا مختلف؟ متساوي. طيب بص بيقول لي ايه بقى افوكادو؟ اسمه ايه بقى ده اللي احنا هنقوله؟ اسمه فرد افوكادو. اسمه ايه يا شباب؟ فرد افوكادو. فرد افوكادو اسمه بص ايه اهو. بص فرد افوكادو. حد مش شايفها؟ فرد بالضاد. افوكادو. يقول ايه بقى فرد افوكادو ده؟ الحجوم دي متساويه ولا لا يا شباب؟ متساويه. الجزيئات مالها؟ هو ده فرد افوكادو. الحجوم المتساويه من الغازات تحتوي على اعداد متساويه من الجزيئات. اسمه ايه يا شباب؟ فرد افوكادو. الحجوم الايه؟ من الغازات تحتوي على اعداد متساويه من الجزيئات. الحجوم المتساويه من الغازات تحتوي على اعداد متساويه من اذا كانت في نفس الظروف. اهم حاجه ان الحجوم اللي انت جايبها تبقى ليها نفس الظروف. طب افرض يا مستر انا جايب 10 لتر من الاكسجين و10 لتر من الهيدروجين و10 لتر من النيتروجين و10 لتر من ثاني اكسيد الكربون و10 لتر من غاز النشاز. يعني انت جايب حجوم ايه دلوقتي؟ وهتحطهم كلهم كل واحد منهم في اناء. يعني ده لوحده وده لوحده وده لوحده. وتخلي درجه الحراره عليهم كلها واحد. وتخلي الضغط الواقع عليهم واحد زي بعض يعني. يبقى الجزيئات مالها؟ متساويه. هو ده افوكادو.
الحجوم المتساوية من الغازات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات. اسمه إيه يا جماعة؟ فرض أفوكادرو. اسمها يا شباب؟ فرض أفوكادرو. يبقى فرض أفوكادرو يقول لك الأول هبعت لكم الكلام ده PDF على هبعت لكم رابط كده. بص بقى نستنتج بقى الفيديو هبعت لكم على الواتساب. نستنتج ايه بقى دلوقتي؟ فرض افوكادرو. تاني اهو لو انت ما فهمتش فرض افوكادرو تاني وركز اهو. بص، 1 مول من غاز مين؟ بص على السبوره واصحى بالله عليك. 1 مول من غاز اللي هو H2 بكام يا عم كتلته؟ حجمه ب 2.4 وفي كام جزيء؟ 6.2% في 10 أس 23. 1 مول من غاز النشادر كتلته زي ما انت شايف قدامك اهي 17 جرام. حجمه كام؟ 22.4. كام جزيء؟ 6.2%. طيب عندي 1 مول من غاز الأو2 كتلته كام؟ 32 جرام اهي. حجمه؟ عدد جزيئاته؟ 6.2% في 10 أس 23. طيب بص كمان مثال تاني. 1 مول من SO2 كتلته بكام؟ 64. طيب حجمه؟ عدد جزيئاته؟ 10 أس 23. 1 مول من غاز ثاني أكسيد الكربون كتلته ب 44 جرام. حجمه؟ عدد جزيئاته؟ 10 أس 23. ده يا جماعة فرض أفوكادرو. ومنه احنا بنستنتج حاجات تانية اللي هي زي ايه؟ انت لو جبت الكتل بتاعت الغازات متساوية ولا مختلفة؟ مختلفة. يبقى الغازات كتلتها مش شرط تبقى ايه؟ متساوية. ماشي، بس لازم يكون عدد مولاتها متساوي. يعني انا جايب هنا 2 مول 2 مول 2 مول 2 مول 2 مول جايب نص مول. اهم حاجة المولات متساوية فتبقى الحجوم متساوية. يبقى عدد الجزيئات متساوي. ده اسمه فرض أفوكادرو. الحجوم المتساوية من الغازات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة يا محمد تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات. اسمه فرض أفوكادرو. ماشي؟ فرض أفوكادرو بيقول الحجوم المتساوية من الغازات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات. يبقى انا لغايه دلوقتي عندي تعريفين في اللي احنا قلناه ده كله. عندي تعريفين، عندي مصطلحين. اول واحد الحجم الجزيئي للغاز. 1 مول من اي غاز عند STB يشغل حجما مقداره 22.4 لتر. ده اول تعريف اسمه الحجم الجزيئي الجرامي للغاز. 1 مول لاي غاز عند STB يشغل حجما مقداره 22.4 لتر. تاني تعريف فرض أفوكادرو اللي هو بيقول الحجوم المتساوية من الغازات من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات. تيجي بقى قانون أفوكادرو. لو أنت معاك بص برضه نستنتج احنا القانون في الأول. احنا نستنتج القانون والعلاقة. لو أنت معاك 1 مول، كل الناس معايا؟ لو أنت معاك 1 مول من O2 حجمه كام؟ 22.4. تمام، 22.4 لتر. لو انت معاك 2 مول من O2 حجمه يبقى كام؟ يعني هتبقى 44.8 لتر. لو انت معاك 3 مول الحجم هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. يبقى العلاقه بين بص العلاقه بين هنقول هنا عدد المولات هنا حجم الغاز. العلاقة بين عدد المولات وحجم الغاز علاقة طردية. علاقة عمالة تزيد. واخد بالك؟ واحد كل ما امشي فوق كده الاقي العلاقة عمالة تزيد. يبقى علاقة ايه اسمها؟ طردية. ده قانون أفوكادرو. اللي هو بيقول ايه يا حماده سلام؟ اللي هو بيقول لي عدد مولات أي غاز يتناسب مع حجم. أو بشكل ثاني حجم الغاز يتناسب تناسبا طرديا مع عدد مولاته. بص على السبوره بالله عليك واقرا الكلام كويس عشان انت ما بتذاكرش غير هنا. حجم اي غاز، حجم ايه؟ اي غاز يتناسب تناسبا مع عدد مولاته. كمان مره ده اسمه قانون
قانون افوكادرو بيقول حجم اي غاز، حجم ايه؟ اي غاز يتناسب تناسبا مع عدد المولات. يعني كل ما حجم الغاز يزيد يبقى عدد المولات يزيد، او العكس، كل ما عدد المولات يزيد يبقى حجم الغاز يزيد برضه. تعالى بقى نشوف الامثله مع بعض. بس في الاول في تعليقتين كده نقولهم. اللتر من غاز الكلور، اقرا السؤال كده. اللتر من غاز الكلور، معاك 1 لتر من غاز الكلور يحتوي على نفس عدد الجزيئات في معدل الضغط ودرجه الحراره. ميم ضاد ده اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الاس تي بي. بالعربي ميم ضاد ده، وبالانجلش اس تي بي. هي معدل الضغط. ماشي، اللي هي معدل الضغط ودرجه الحراره، هي الظروف القياسيه اللي هي الاس تي بي. يعني بيقول لي لو انت معاك لتر من غاز الكلور ولتر من غاز الاكسجين، هما الاثنين في نفس الظروف، فهتلاقيهم هما الاثنين بيحتووا على نفس العدد من الجزيئات. ليه بقى؟ ها مين يجاوب؟ ليه؟ ايوه، عشان افوكادرو قال في الفرض بتاعه الحجوم المتساويه من الغازات في نفس الظروف تحتوي على اعداد متساويه من الجزيئات. ده فرض افوكادرو. يعني السؤال ده على فرض افوكادرو، لان الحجوم المتساويه من الغازات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجه الحراره تحتوي على اعداد متساويه من مين؟ من الجزيئات. واضحه؟ طيب السؤال الثاني نفس السؤال بس بشكل ثاني، طريقه ثانيه. عدل برضه. لما اقول لك انا معايا كتله 2 جرام من غاز الهيدروجين ومعايا 28 جرام من غاز النيتروجين. بص بيقول لك ايه السؤال؟ معانا 2 جرام من غاز الهيدروجين ومعانا 28 جرام من غاز النيتروجين. هما الاثنين ليهم نفس الحجم. ها؟ ليه ال 2 جرام من الهيدروجين حجمهم قد حجم 28 جرام يا محمد من النيتروجين؟ ليه بقى؟ قول يا احمد. الوزن بتاعهم ملوش علاقه كده زياده بحجم الكتله مالهاش علاقه بالحجم؟ ممكن يبقى ليها علاقه. لان حجم عدد المولات في 22.4. تمام. هنا الهيدروجين لو انت جبت عدد مولات يا عمر، الهيدروجين بص هقول لك ايه اتش بتساوي 1 وهقول لك كمان الاو بتساوي 16 في التعليق. هقول لك اتش بتساوي 1 والاو بتساوي 16. وبعدين انا بقول لك ليه 2 جرام هيدروجين حجمهم قد 28 جرام نيتروجين. تروح سعادتك على طول مباشره تجيب عدد المولات. تجيب عدد، هتلاقي ان ال 2 جرام هيدروجين دي بص عدد مولات H2. عدد المولات هنا لما يكون معاك كتله هتستخدم مثلث الكتله. نقول يبقى 2 اللي هي كتله الماده على 1 في 2 اللي هو الكتله الموليه بكام مول؟ 1. N2 هيساوي كتلته 28 على 14 في 2. هنا كان برضه لازم اديك انا هنا لازم اقول لك N بتساوي 14. هنا N تساوي 14 يبقى هتساوي 1 مول. يبقى الكتله دي من الهيدروجين بكام مول؟ والكتله بتاعت النيتروجين بكام مول؟ 1. يعني الاثنين بواحد مول صح؟ طب والمول حجمه كام؟ 6.2%. لا حجمه ايوه حجمه 22.4. يبقى تقول لي ان 2 جرام من الهيدروجين تساوي 1 مول و28 جرام من النيتروجين تساوي 1 مول. يبقى دي ب1 مول ودي ب1 والمول من اي غاز حجمه 22.4 لتر. لأن المول الواحد من أي غاز عند الظروف القياسية يشغل حجم المقدار يا دكتور 22.4 لتر. حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة في اللي احنا قلناه؟ الأمثلة بقى المسائل. عندك في المسألة بتاعتك في 3 مثلثات. هكتبهم لك على السبورة وأوريك ازاي نشتغل عليهم قبل ما نبدأ نحل. عندي أول مثلث اللي هو مثلث الكتلة. فوق هنا هتبقى كتلة المادة بالجرام، هنا عدد المولات، هنا الكتلة
المولية. في المثلث ده كم ضلع؟ 3 أضلاع. أنت في أي مسألة بتجيب أنت الكتلة المولية، أي مسألة أنت اللي بتجيبها. نادر قوي لما يقول لك احسبها، ولو قال لي احسبها مفيش مشكلة برضه. المثلث الثاني اللي هو بنسميه مثلث افوكادو. فوق هنا كده هيبقى عدد الجزيئات او الذرات او الايونات، هنا هيبقى عدد المولات، هنا هيبقى 6.2 في 10 أس 23. المثلث الثالث والاخير مش عارف الناس بتتكلم ليه ومش مركزه معايا. المثلث الثالث والاخير حجم الغاز، عدد المولات 22.4 لتر. لما تبص على الثلاث مثلثات في حاجه مشتركه في الثلاثه، ايه هي؟ عدد المولات. هو ده، دي بقى الحته اللي احنا بنروح ماسكينك منها. ازاي؟ انا اجي مثلا اقول لك ايه؟ احسب حجم 10 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون. مثلا متخيل انت؟ احسب حجم 10 جرام. عندك حاجتين اهم، احسب حجم 10 حجم وجرام. حجمه ايه؟ يبقى تخيل مثلث الكتله ومثلث الحجم. حجم وجرام، تجيب مثلث ايه ومثلث ايه؟ الكتله والحجم. طب انا بقول لك احسب مين؟ حجم. مثلث الحجم تاني واحد هتستخدمه. طب انا مديك مين؟ مديك كتله بالجرام. روح هنا بقى على طول. اول خطوه تعملها روح على اللي انا مديهولك في المساله. انا مديك كتله الغاز 10 جرام. روح بال10 جرام دي على المثلث ده تحطها فين؟ هنا اهو. تحسب انت الكتله الايه؟ تطلع مين؟ تاخده وتروح رايح على المثلث الثالث المثلث الحجم. كده معاك عدد الولاد، تضرب في مين؟ تجيب مين؟ ركز كده تاني مع بعض كده، نرتبها كده عشان تثبت في دماغك. مالهاش اصل غير اللي احنا بنقول. انا عندي المسائل نوعين، مساله تفاعل معادله وكذا يتفاعل مع كذا، لا تركنها بقى، دي مالهاش دعوه بالمثلثات. ما دام فيها تفاعلات ومعادله وكذا ناتج من كذا واحسب مش عارف الناتج من ايه، لا دي معادله وتفاعلات مالهاش دعوه بمين؟ بالمثلثات. طب المثلثات هستخدم فيها ايه؟ هتستخدمها امتى؟ هستخدمها لما تكون المساله من غير معادله. هقول لك احسب كتله. احسب ايه؟ كتله. انت عايز كتله يبقى تجيب مثلث الكتله، تمام؟ واديك اقول لك احسب كتله 10 لتر. مايكل 10 ايه؟ يعني انا مديك ايه دلوقتي؟ ها؟ حجم. احسب كتله بقول لك احسب اهو كتله بالجرام، وبقول لك 10 جرام 10 لتر. اسف، بقول لك 10 لتر 10 لتر. يعني انا مديك حجم يا حمد يا مصطفى وعايز كتله، صح؟ ما دام انا مديك الحجم تروح على مين؟ على المثلث. ايوه، لما اكون مديك الحجم اجري على طول، خد ديلك في اسنانك واطلع على مثلث الحجم. الحجم معاك اهو، هتقسم على كام؟ تجيب مين؟ تاخد عدد المولات تروح لمثلث الكتله. عدد المولات معاك والكتله الموليه مين اللي بيحسبها؟ الكتله الموليه مين اللي بيحسبها؟ انت اللي بتحسبها. يبقى تضرب عدد المولات في الكتله الموليه يديك الكتله اللي انت عايزها. طب افرض يا مستر قال لي احسب، بص قال لي احسب عدد جزيئات، يبقى كده هجيب مثلث افوكادو معايا. طب دي العده، انا بجهز العده بتاعتي، بجهز الادوات بتاعتي. احسب عدد جزيئات يبقى مثلث افوكادو معايا في جيبي. طب سعادتك مديني ايه؟ عدد جزيئات 5 لتر من اي حاجه بقى. يبقى انا مديك هنا كيلو، مديك الحجم، تاخد الحجم وتجري على مين؟ على مثلث الحجم، تجيب منه عدد الولاد، تاخد عدد المولات تروح على مثلث تجيب منه عدد
اضرب عدد المولات اللي انت طلعته في عدد افوكادو يديك عدد الجزيئات. ماشي؟ شايف الثلاث مثلثات بيستخدموا ازاي؟ دايما مسائلهم بتيجي كده، لازم يربط لك مثلثين ببعض. لازم يربط لك مثلثين ببعض. يبقى لو اداك الكتله وطلب الحجم. لو اداك الكتله وطلب الحجم، لو اداك وطلب الحجم، تجيب مثلث ومثلث تروح على مين في الاول؟ الكتله، عشان هو مديك الكتله. تجيب منه عدد المولات وبعدين تروح على الحجم. طب لو اداك افوكادو عدد الجزيئات وطلب الكتله. اداك عدد الجزيئات وطلب الكتله. اخد عدد الجزيئات واجري على مثلث افوكادو اجيب منه عدد المولات، واخد عدد المولات واروح رايح على مثلث الكتله اجيب منه الكتله. طب لو اداك عدد الجزيئات وعايز الحجم، عدد الجزيئات وعايز الحجم، عدد الجزيئات وعايز الحجم، تديني عدد الجزيئات اروح بص حطها في دماغك. روح على المثلث اللي بيديهولك، بيديك ايه هو؟ تجري على مين؟ تجيب منه عدد، تاخد عدد المولات وتروح رايح على الحجم تجيب منه الحجم. يبقى بص حاجتين دايما في المساله. احسب ايه ومديني ايه. زي ما قلت لك عمك عبد المعطي وعمك حسيب. انت هتروح تجري على مثلث مين؟ مثلث حسيب ولا مثلث عبد المعطي؟ عبد المعطي. تجيبه وتشوف انت عايز تجيب منه ايه، واللي هتجيبه منه تروح رايح بيه على مثلث الحسيب. ماشي؟ تعال نشوف المساله دي كده. بيقول لي احسب عدد مولات غاز الامونيا NH3 في حجم مقداره 72 لتر. مساله ولا اسهل من كده. عدد المولات يساوي 70 على 2 بس يا باشا عدد المولات يساوي ناخد الحجم اللي بيديهولي 72 على 22 و4 من 10. وخلي بالك بقى من حاجه، خلي بالك يا محمد. بص 72 ايه؟ عشان كده خدتها زي ما هي. طب افرض مديها لي ملي، كنت هحولها لتر. اضرب في 10 اس سالب 3 عشان اخليها لتر. ماشي؟ لو مديها لي باللتر اضرب في كام؟ عشان اخليها كام؟ باللتر. وبعدين اقسم عادي. يطلع كام يا عم؟ حد حسبها لنا؟ 3 21 من 21 من 100 من 100 مول. كده جبنا عدد المولات. حد عنده مشكلة؟ ها كتبتها؟ طيب المثال اللي بعده. دي مسألة عندك؟ ايوه عندنا. عندك في كتاب الامتحان. الغاز الذي يكون حجمه 6 من 10 جرام منه. الغاز الذي يكون حجمه معايا؟ نبدأ نلعب شوية في الكلام وفي المسألة ونعدل ليفل شوية صغيرين. يقول لي الغاز الذي يكون حجمه 6 من 10 جرام منه. يبقى كده كتلة الغاز كام؟ 6 من 10 جرام. ومنه 80 NH3 حجمه هيبقى 80 مللي. هتبقى كتلة المولية كام؟ ركز بقى عشان هنا مش هتنفع معانا قوانين. ممكن اشتغل قوانين. اشتغل قوانين وبعدين اوريك النسبة والتناسب، اوريك الاثنين يعني. بص الحل الاولاني. هو بيقول لي الغاز الذي يكون حجم 6 من 10 جرام. دي ايه دي؟ كتلة ولا حجم؟ ليه؟ كتلة. بص بنقول ايه؟ 6 من 10 ايه؟ يبقى دي كده كتلة. ماشي؟ حجمه كام الغاز ده؟ 80 مللي. 80 ايه؟ ده بص 80 مللي لتر ده حجم. طب ال 80 مللي دي عايزين نحولها لايه سعادتك احنا؟ لتر. يبقى هنقول الحجم بيساوي 80 في 10 أس سالب 3 يعني كده 8 في 10 أس سالب 2 لتر. يعني 8% من اللتر. معايا؟ كده انا معايا الحجم ومعايا كتلة الغاز. كتلة الغاز وحجمه. هو عايز ايه سعادتك؟ هو عايز الكتلة المولية. بص تكون كتلته المولية. طب انا لما اروح لمثلث الكتلة انا عايز امشي معاك بس كده بدماغك. يعني عايز امشي بدماغك انت مش بدماغ انا. انا لما يكون معايا كتلة هروح ادور على عدد المولات زي ما محمد بيقول. تعال نشوف كده. نروح على مثلث الحجم. الاول اروح على مثلث الكتلة.
الكتلة المولية تساوي عدد تساوي كتلة المادة على عدد المولات. طيب انت معاك كتلة المادة بكام؟ 6/10 جرام، لان هو مديها لي كتلة المادة 6/10 جرام. طب والكتلة المعاد في المولات معاك؟ مش معاك. ايوه اروح رايح لمثلث الحجم. في مثلث الحجم عدد المولات يساوي عدد المولات يساوي حجم الغاز كام؟ 8/10 أس سالب 2 على 22.4 يدينا عدد المولات 8/10 أس سالب 2 على 22.4 يدينا عدد المولات. حد حسبها لنا بكام؟ 3.5 في 10 كام؟ 3/6 في 10 والسالب 3 مول. ده كده عدد المولات يا محمد. تمام؟ خده بقى وارجع للقانون الاولاني. خد عدد المولات ده وارجع للقانون الاولاني. القانون الاولاني يبقى هيساوي 6/10 على 3 و6/10 في 10 أس سالب 3 تطلع كام؟ 1.68 جرام. بس يا باشا 100. مثلثين، مثلث الكتلة ومثلث الحجم. ماشي؟ مثلثين يا جماعة، مثلث الكتلة ومثلث الحجم. انت معاك في المسألة هنا. ها؟ معايا؟ انت معاك في المسألة هنا، ونشوف الطريقة التانية هتديني نفس الناتج ولا لا. يعني ده كده حل اخر. يمكن يكون اسهل. حل اخر. يمكن يكون اسهل. بص يا سيدي. كتلة الغاز كام؟ رد عليا. كتلة الغاز كام؟ 6/10 جرام. ماشي؟ 6/10 جرام. حجمها كام هو قايل؟ 80. حجمها 80 ملي لتر. ده اللي قايله في المسألة صح؟ في مشكلة كده؟ يعني ما جبتهاش من عندي، ما اخترعتهاش. هو عايز ايه؟ هو عايز الكتلة المولية. ما انت أهم حاجة تبقى انت عارف المسألة عايزة ايه. هو عايز الكتلة المولية، يبقى احط الكتلة المولية هنا. بص الكتلة المولية. الكتلة المولية مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، ما انا مش عارفها. طب الكتلة المولية بقى حجمها كام؟ فاهم؟ حجمها كام الكتلة المولية لأي غاز؟ 22.4 بس دي باللتر يا مستر. 22.4 لتر. طب اعمل ايه فيها بقى؟ بسيطة يا باشا. بص اضرب فيه 10 أس 3 عشان تحول اللتر لملي. كده يبقى تبقى ملي لتر. اضرب بقى طرفين في وسطين. دي كده الكتلة المولية هتبقى س. واضرب 6/10 في 22.4 في 10 أس 3 على 80. لازم تطلع 168 جرام. دي اسهل. ها ايه رايك؟ طلعت كام؟ دي اسمها نسبة وتناسب. دي اسمها نسبة وتناسب. استخدمت المثلثين مع بعض بس في قانون واحد. ولو كنا حولنا ل 80 مللي هتبقى هي هتبقى 80 في 10 أس سالب 3. طيب بص اقول لك تعمل الحكايه دي ازاي؟ برضه من القوانين. اقول لك تعمل الحكايه دي النسبه والتناسب ازاي برضه من القوانين. بص ساعتك كده انت عندك عدد المولات. عدد المولات عدد المولات. لو رحت لمثلث الكتلة تساوي ايه؟
عدد المولات لو رحت المثلث الكتله يساوي ايه؟ قلت الماده بالجرام على الكتله الموليه يساوي. لو رحت لمثلث افوكادو بيساوي ايه؟ لو رحت لافوكادو عدد المولات يساوي ايه؟ عدد الجزيئات على 6.2% في 10 أس 23 من افوكادو. عدد الجزيئات على 6.2% في 10 أس 23. لو رحت لمثلث الحجم بتساوي ايه؟ حجم الغاز على 22.4 حجم الغاز اس تي بي على 22.4 لتر. هي دي النسبة والتناسب. بص سعادتك كده هنا في المسألة كتلة الغاز كام؟ 6/10 اهي. الكتلة المولية بكام؟ معرفش عايز اجيبها. طيب عدد الجزيئات عندك؟ اطلعوا بره الحكاية. روح على الحجم، حجم الغاز كام؟ 80 مللي صح؟ اضرب في 10 والسالب 3 عشان نخليها لتر على 22.4 اضرب طرفين في وسطين يديك الناتج. كده عملت 63 معايا؟ يعني بص القوانين كلها واحد، بس انا عمال اجيبها من الناحيه دي واجيبها من الناحيه دي عشان انت تقلبها في دماغك. يبقى بص دول ممكن تحل بيهم نسبه وتناسب على طول. انا مديك الكتله وعايز حجم الغاز، يبقى تجيب الناحيه دي تساوي الناحيه دي. طب بديك عدد الجزيئات عايز حجم الغاز، يبقى ده مع ده. واضح؟ طيب المثال اللي بعده عايز حجم. بص هنا عايز حجم 12.4% في 10 أس 23 مولكيولر جزيء يعني من غاز الهيدروجين. عايز حجم 12.4% في 10 أس 23 جزيء منين؟ من غاز الهيدروجين. هو مديك عدد الجزيئات وعايز الحجم. يبقى انا اروح لافوكادو اجيب عدد واخد عدد المولات اروح رايح للمثلث بتاع الحجم اجيب حجم الغاز. وممكن نعمل كده. بص يا ماكل بص كده يا فيلو. بص ممكن نعمل ازاي؟ نعمل كده. يلا يا فيلو يلا نقول كده. بص خد عدد الجزيئات على 6.2% في 10 أس 23. ده بيساوي ايه في افوكادو قلنا؟ عدد المولات يساوي حجم الغاز على 22.4 لتر. ده بيساوي ايه عند مثلث الحجم؟ يعني الاثنين عدد المولات، يبقى ده بيساوي ده. عوض بقى كده. بص عوض عدد الجزيئات كام يا سلام؟ كام يا سلام عدد الجزيئات؟ 12.4% في 10 أس 23 على افوكادو 6.2% في 10 أس 23. حجم الغاز كام يا سلام؟ حجم الغاز مش عارفينه، ده هو بيقول لي هات. يبقى حجم الغاز بتنزل زي ما هي على 22.4 لتر. اضرب يا عم طرفين في وسطين هات الناتج على طول. دي كده هتساوي. بص دي كده تساوي الحته دي تساوي 2 مول. لما تقسم دول على بعض ب 2 مول اضرب في كام بقى؟ في 22.4 لتر. بص هنا قسمت جبت عدد ايه؟ عدد المولات. خدت عدد المولات في مين؟ ايوه طرفين في وسطين يعني. يبقى اضرب ده في ده على ده. بس انا هو بيديني يساوي مش عايزها. مش عايزها مش محتاجها. انا عايز حل. 44.8 لتر. حد عنده؟ هنا اجابتك عنده. السنه اللي بعده ما دام معدى يا جماعه يبقى مش هينفع معاه مثلثات. هيبقى شغل هنا لو انت فهمته اسهل بكتير قوي. ان هشتغل عليها سلام على المعدل. ادي التفاعل الثاني هنا بيقول لي تبعت التفاعل الثاني
يقول لي تبع للتفاعل الثاني يا مايكل ومديني المعدل يا استاذ محمد وادي التفاعل بتاعي اهو. وغالبا في المسائل دي بيديني المعدل على طول. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه ونشتغل ازاي. يقول لي هنا ما حجم، ادي المطلوب اهو، ما حجم غاز NO2. يبقى كده هو عايز حجم ال NO2. فين ال NO2 في المعدل اهو. زي ما هو كده بخير رب. بوزن بكل حاجه. ما حجم NO2 الناتج من تفاعل 20 مللي. ال 20 مللي دي هي دي المعطيات. من غاز NO مع وفره من غاز الاكسجين، الوفره دي مالكش دعوه بيها ولا كانها موجوده، اي حاجه في المساله بتاعتك وفره اعتبر انها مش موجوده. خد المعدل يا عم محمد. خد المعدل بتاعتك، اول حاجه تعملها في مسالات التفاعل اللي فيها معدات. خد المعدل بتاعتك اول حاجه على السطر وركز معايا خطوه خطوه. اكتب اول حاجه المعدل عندك اهي. يلا اكتب معايا 2 NO زائد O2. معدل قدامك في الملزمه. هاتها اول سطر في الحل بتاعك. يديني 2 NO2. ركز على الخطوات. ثابته الخطوات مش تتغير. امشي بيها كويس. لو قالك في المساله اللي فيها معدل او تفاعل احسب حجم. احسب. انزل تحت الماده اللي انت عايز تجيب حجمها ب س لتر. لو قال احسب حجم انزل ايه؟ لا مش سامع. لو قال احسب حجم انزل ايه؟ تحت الماده اللي انت عايز تحسبها. في المعدل تحتها على طول س لتر. طب لو قالك احسب كتله تحت الماده اللي انت عايز تحسبها س جرام. طب لو قالك احسب عدد الجزيئات تحت الماده اللي انت هتحسبها س جزيء. هنا بيقول لي احسب ايه؟ حجم. يبقى هنزل تحت الماده بتاعتي. مين الماده بتاعتي؟ اللي هي NO2 س لتر. اول خطوه قال لي احسب حجم. هروح للماده اللي انا عايز احسبها تحتها س ايه؟ طب احسب كتله. لا مش سامع انا. س جرام. طب احسب عدد جزيئات. طب احسب عدد مولات. يعني انت من كلامه بتاخد السين. حلو؟ طب نزلت س لتر. بص بقى خلي بالك في الخطوه اللي جايه. هنا الوزن كام؟ انزل تحتها على طول 2 في 22 و4 لتر. تحت السين على طول. مش في س لتر تحتها على طول. هات الوزن. الوزن كام؟ انزل على طول 2 في 22 و4. الاثنين دول يعني 2 مول. طب المول حجمه بكام؟ ب 22 و4. ما دي حاجه ثابته وانا عارفها. طب دول 2 مول يبقى حجمهم كام؟ 2 في 22 و4. طب لو قال لي احسب كتله. ها؟ افرض قال لي احسب كتله. هنزل س جرام. تحتيها بقى الوزن اللي هو 2 وافتح قوس الكتله الموليه. اجيب الكتله الموليه. طب لو قال لي احسب عدد جزيئات. هنزل س ايه؟ جزء. تحتيها بقى الوزن اهو في عدد افوكادو. طب لو قال لي احسب عدد مولات. هنزل س ايه؟ مول. تحتيها 2 مول بس. تاني اهو. مسألة فيها معادلة. بيقول لي احسب مادة معينة في المعادلة دي. هروح رايح على المادة اللي انا عايز احسبها. قال لي احسب حجم. انزل تحتيها س. رد عليا. انزل تحتها س. حتى لو انت فهمت رد عليا. حتى لو انت فهمت قول تاني عشان تثبت في دماغك. يبقى لو قال لي احسب حجم انزل س. ما دام س لتر اروح نازل تحتها بايه؟ بالوزن بتاعها. بالوزن ايه؟ يعني لو كان 3 هنزل 3، لو كان 2 هنزل 2، لو كان 4 هنزل 4. في مين بقى؟ في 22 و4. لكن لو قال لي احسب كتله هحط س ايه؟ جرام وانزل تحتيها. الوزن كام؟ لو 3 ينزل، لو 4 تنزل. في مين بقى؟ في الكتله الموليه. الكتله الموليه اللي هي ايه؟ ان 14 زائد 16 في 2. لو قال لي احسب عدد جزيئات يبقى هنزل س جزيء وتحتها الوزن في افوكادو. تعالى بقى للي قصادها بقى. كده دي السين اهي ناحيه السين.
20 مللي من 20 مللي من ايه؟ يا ابني 20 مللي من ايه؟ غاز النوع 20 مللي. طب احنا بنشتغل بالملي ولا باللتر؟ باللتر صح؟ طب اسيبها كده ولا احولها للتر؟ طب لو سبتها كده ممكن اعمل حاجه مش هعرف احلها؟ اعرف بس احول اللتر اللي تحتيها ده يبقى اللي هيطلع لي هنا ده كده احوله لايه بقى؟ للملي. لو انت سبتها ملي لازم تحول اللي تحتها ملي. لو انت سبتها لتر، لو انت حولتها لتر لازم اللي تحتها يبقى لتر. انا عندي هنا 20 ملي هحولها اضرب فيه 10 اس سالب 3 على بص بقى دي كده هنا ايه؟ لتر اهي. انزل تحتها 2 اللي هو الوزن في 22 و4 من 10 واضرب طرفين في وسطهم. خلصت المسألة. احسب حجم غاز NO2. ما دام هتحسب حجم الاستاذ خالد قال لي انزل تحت المادة بايه؟ سير لتر. تحتها على طول ما اسيبهاش. اخلص عليها. سير لتر انزل تحتها بالوزن في 22 و4 من 10. انا بعمل كده علاقه بين كميات المواد المتفاعله وكميات المواد الناتجه. بس الكميات هنا باللتر بالحبوب دي بنسميها حسابات مبنيه على الحبوب. س لتر تحتها 2 في 22 و4 من 10 لتر. الاثنين دي جت منين؟ اللي هو الوزن. الاثنين دي هي الوزن. طب ال 22 و4 من 10 جبتها منين؟ ما انت عارفها ما دام واحد مول. انا معايا في المعادله كام مول هنا؟ حجمهم كام؟ 2 في 22 و4 من 10. اروح للناحيه الثانيه. NO مديهولي صح؟ مديهولي ب 20 مللي. هتمشي حساباتك بالملي ولا باللتر؟ براحتك. هخليها باللتر يبقى اضرب في 10 اس سالب 3. دي بقى دي شايفها؟ جبتها منين؟ دي جبتها منين دي؟ 20 مللي دي في المساله. طب ودي بقى دي بص يا مستر الوزن اهو كام؟ 2 كام 2 مول. المول بحجمه كام؟ 2 في 22 و4 من 10. يعني كأن السطر اللي تحت ده انت جايبه منين؟ من المعادله. بص السطر اللي تحت ده شايف ده المعادله. والسطر اللي فوق جايبه انت منين؟ من المساله. يبقى اللي فوق ده انت جايبه منين سعادتك؟ السين دي اللي هي مطلوب وال 20 مللي دي اللي هي المعطيات. واللي تحت ده كله انا جايب انا من عندي بحسب شغل انا من المعادله. اضرب الطرفين في الوسطين تبقى س تساوي 20 في 10 اس سالب 3 يعني تساوي 2 من 100 لتر. طب افرض في الاختيارات بالملي هتعمل ايه؟ يعني انت طلعتها كده لتر ايه؟ افرض في الاختيارات بالملي اضرب في كام؟ في 10 اس 3. حد مش فاهم؟ بص بقى على المثال اللي بص على المثال اللي بعده. بص على المثال اللي جاي. برضه زي اللي فات. هنا بيقول لي تبع التفاعل التالي ويديني معادله. هنا زي ما اتفقنا ما دام مساله فيها تفاعل ومعادله يبقى مش هينفع مثلثات. ودي هتبقى اسهل لو انت فهمتها. شغل هيبقى على المعادله على حاجتين بس في المعادله. احسب ايه ومديني ايه. تعال نشوف كده. اذا علمت ان كم امتحان ولوحدك مش هتعرف تحلها. اذا علمت ان الهواء الجوي يحتوي على 20% من حجمه غاز اكسجين. كده دي معلومه اهي. 20% من حجم الاكسجين دي عارفينها. فما حجم الهواء الجوي مش حجم الاكسجين. فما حجم الهواء الجوي اللازم للتفاعل مع 10 لتر من غاز الاكسجين غاز SO2 قد STB. يقول الهواء نسبة الاكسجين فيه 20%. دي حاجة عارفينها من 5 ابتدائي. وبعدين بيقول انا جبت SO2 وفعلته مع الاكسجين اللي في الهواء. مع مين؟
يعني الاس او 2 هياخد الهواء كله ولا ياخد الاكسجين اللي جواه؟ ياخد الاكسجين اللي جواه ويتفاعل معاه. هو بقى مش عايز حجم الاكسجين، هو عايز حجم الهواء. هنا بقى في المسألة هو أجبرني بكده زي ما بيقولوا إيه بصنعة لطافة إن أنا أجيب له حجم الأكسجين. فأنا هاخد كده عشان أجيب حجم الهواء لازم الأول أجيب حجم مين؟ الأكسجين. يبقى أنا هاخد مين مع مين؟ المعدل هيسلم لي يا محترم 2 SO2 زائد O2 سهم هيجيب 2 SO3. بيقول لي بقى حجم الهواء اللازم للتفاعل مع الاس او 2. طب معلش هو اللي بيتفاعل مع الاس او 2 الهواء كله ولا الاكسجين اللي جواه؟ انا الاول اروح للاكسجين اللي هنا. اجيب حجم الاكسجين اللي هيتفاعل مع ثاني اكسيد الكبريت. اجيب ايه؟ مع ثاني اكسيد الكبريت. يعني اروح لثاني اكسيد الكبريت احط تحت منه س لتر. طب ما دام حطيت س لتر انزل تحتها بايه؟ 22 في الوزن، وزنه كام؟ 1. يبقى خلاص هنا 22 4 ها حد مش فاهمها دي؟ تحت الاكسجين بيقول لي عايز حجم الهواء اللي يتفاعل مع ثاني اكسيد الكبريت. طب الهواء هو اللي بيتفاعل مع ثاني اكسيد الكبريت ولا الاكسجين اللي جواه؟ يبقى انا هجيب الاكسجين اللي جوه الهواء وبعدين اخد الاكسجين والهواء. يعني الاول اروح للاكسجين وثاني اكسيد الكبريت. هنا س لتر تتفاعل مع 10 لتر من اس او 2. تحتيها بقى احط ايه هنا؟ 22 ايوه 4 من 10 لتر في ايه يا احمد؟ 2 حبيبي في 2. هضرب طرفين في وسطين. هجيب حجم مين؟ نضرب طرفين في وسطين كده هنطلع مين؟ السين اللي هتطلع دي سين ايه؟ بتاعت مين يعني حجم مين؟ حجم الاكسجين. تبقى 5 لتر اكسجين. كده يبقى اللي هيتفاعل مع ثاني اكسيد الكبريت ده كام لتر اكسجين؟ 5. انت كده حسبت الاكسجين صح؟ روح بقى للهواء. روح الهواء اللي هو عايزه، هو عايز الهواء مش عايز الاكسجين. نقول له يا عم في الهواء انت بتقول لنا في الهواء كل 100 لتر هواء، كل 100 لتر هواء تحتوي على 20 لتر O2. كل 100 لتر هواء تحتوي على 20 لتر اكسجين. جبتها منين انا دي؟ ما هو ده قايل لي والله انا جبت حاجه من عندنا. ماشي كل 100 لتر مش هو بيقول لي 20%؟ يعني معناها كل 100 لتر فيهم 20 لتر اكسجين. 1000 لتر فيهم 200. ما نسبه مئويه. فانا بقول له يا عم انت اللي قايل لي كل 100 لتر هواء فيهم 20 لتر اكسجين. يبقى كل س لتر هواء فيهم 5 لتر اكسجين. الخمسه دي جايه مين؟ يبقى انت عايز تعرف ال5 لتر اكسجين يبقى فيها قد ايه هواء. يبقى هضرب 5 في 100 على 20. تاني اقول تاني. اقول تاني. انا هنا كده جبت حجم مين؟ الاكسجين اللي اتفاعل كام طلع؟ 5 لتر. ارجع تاني بقى للمساله. هو بيقول لي في المساله الهواء الجوي يحتوي على 20 لتر ايه؟ اكسجين. 20% اكسجين. فانا هاجي اقول له يا عم بما ان انت قلت لي كده يبقى كل 100 لتر هواء تحتوي على كل 100 لتر هواء تحتوي على 20 لتر اكسجين. يبقى كل س لتر هواء هيبقى فيها 5 لتر اكسجين. واضرب طرفين في وسطين. تمام؟ يبقى س بتساوي 25 لتر. حد عنده مشكلة؟
كم حد عنده مشكلة؟ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.